ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ اكلة النهاردة اكلة جبارة. مفيش بيت في مصر ما بيحبهاش، سواء كبير او صغير. هعمل كشري مصري، احلى كشري مصري ممكن تاكليه، بتكاته بقى وحركاته. وعايزة اقول لكم يعني هعملهولك سهل جدا. مقاديره بسيطة قوي. انا بجيب هنا، انا كنت عاملة نص عدس بجبة. اللي مش عارف يعني ايه بجبة، يعني عدس اللون الغامق، تمام، مش اللي هو الاورنج التاني. ايه، وجايبة نص سباكيتي، وجايبة نص مكرونة تاني، عقل عادية جدا. المكرونة دي حسب ما انتي حابة تحطي في الأكلة بتاعتك، ماشي. احنا هنا عشان 4 تنفار، فعشان كده انا ايه عاملة الكمية دي يعني. والله بيقعد عندي يومين يعني، الحمد لله، وساعات اكتر على فكرة. بس انا بحب اعمل الاكلة دي وبحبها تقعد عندي، لان عندي الولاد بصراحة بيحبوها قوي. ماشي، اول حاجه هعملها انا هغسل. انا مش بنقع العدس، انا بغسله عادي جدا، واغسليه كويس قوي. وعلى البوتاجاز يقمر، وبحط في الميه بتاعته شويه كمون وشويه ملح، وعلى الميه بقى اسيبه يغلي لحد ما يستوي. البصله بتاعتي برضو من اوائل الحاجه اللي انا بشتغل فيها. انا بقطعها زي ما احنا شايفين كده، شرايح رفيعة. عايزة تقطعيها مكعبات براحتك، بس الافضل اللي انت تقطعي على ايدك. لان انا جبت طاسة كده حلوة، وحط شوية زيت كده محترمين، لان الزيت ده هعمل بيه الوصفة كلها. فعايزة كمية كبيرة، والاكلة دي بتتعمل بزيت مش بسمنة ولا زبدة، تمام. البصل بتاعي انا عاملة بصل كتير، لان انا هحط شوية طبعا، هيبقى ايه على الوش بتاع التزيين. فاول حاجه انا بعملها البصل، عشان خاطر الزيت اللي هيطلع لي من البصل ده انا هستخدمه في حاجات كتيره قوي، تمام. بعد كده يا قمر، هاتي صاجة عندك، هاتي صينية، والعيش البلدي بتاعنا العادي خالص، بس بيبقى احسن من العيش ايه، الشامي. يعني العيش البلدي احسن، بيستحمل الفرن. بتقطعيه كده مكعبات، بتقطعيه بالتقطيعة اللي انتي عايزاها. وبعد كده بحط له رشة زيت، رشة كمون، رشة ملح، وهحط له مكون حلو قوي، اللي هو الزعتر السوري، بيديله تست عالي قوي قوي قوي. هنا بصوا البصلة بتاعتي انا هعملها على مرتين، لان انا كنت عاملة كمية كبيرة. طبق كده وعليه مناديل، عايزة تحطي ورقة بيضة حطي، مفيش اي مشكلة. وتطلعي البصلة بتاعتك. عايزة اقولك بتبقى مقرمشة وزي العسل، لان هي بتطلع وبتشم الهوا كده، فبتحسي بتنشف على فكرة. من غير بقى ما احط نشا، احط دقيق، احط الكلام ده كله، لا، هي كده بتبقى زي العسل. العيش بتاعي هو زي ما قلت لكم، حبة زيت، حبة ملح، حبة كمون، وبحط معلقة الزعتر السوري ده، بيخليها حلوة قوي قوي قوي. وبدمج كل المكونات دي مع بعض وعلى الفرن، بس تتابعيه عشان ده في لحظة ممكن ايه يتحرق منك. بتقلبيه كده وتحطيه في الفرن، ما بياخدش 3 دقايق وبتلاقيه اتحمر وبقى زي العسل. ده بقى اللي ما يعرفش بيتحط على الوش ايه، الطبق من فوق بعد ما بيخلص، تمام. وبعدين فين يا حبايبي الاشتراكات؟ كده دعموني كده وشجعوني عشان خاطر اعمل لكم كل جديد باذن الله. هنا بقى خدت شويه زيت، وسبت شويه زيت صغننين خالص على قد الصلصه بتاعتي. ومع الزيت ده سبت معلقه بصل من اللي انا مشوحاها. وهحط، انا استخدمت هنا صلصه معلبه، عايزه تعملي صلصه طماطم فريش براحتك. وهنا بوريكم الزيت اللي انا كنت واخداه مكان البصل، لان هدخله في كل حاجه. بصوا العيش هنا كان تحفه. اسمعوا كده القرمشه، قرمشته اكيد واصله لكم، القرمشه بتاعته كانت تحفه. عايزه اقول لكم الولاد بياكلوه زي الشيبسي. هخش بقى هنا على الرز، بحط الزيت اللي انا عملته بتاع البصله، احط شويه، وهنزل عليه شعريه. لازم الرز بتاع الكشري مع شعريه، تمام. هحط شعريه كده بقى، وهوديها تحميره حلوه كده، تغمقيها، ما تخليهاش فاتحه. وتكوني غاسله الرز بتاعك، وتنزلي تعملي رز عادي جدا جدا. بس عايزه اقول لكم بالزيت بتاع البصل بيبقى متطعم بالبصل، وبيبقى طعمه تحفه. الزيت ده بيدي تست حلو قوي قوي في كل المقادير اللي انا بعملها، والمكونات بتاعه الكشري بتاعي، تمام. حطيت بقى شوحت الرز مع الشعريه كده، وحطيت مقدار الميه بتاعي وشويه ملح، وخلاص على كده. هنا العدس اللهم بارك كان اتسلق، وبصوا ولا مهري ولا حاجه، الحبه بحبتها. ليه؟ لان انا ببقى متابعاه، ما بخليهوش يتهرى مني. برضو بعد ما بشطفه بمسك الحله بتاعته، احط شويه زيت من بتاع البصل بطعمه بيها، وبحط له ملح، فلفل اسمر، كمون، واقلب تقلبتين حلوين كده، وخلاص شكرا. خلاص على كده. انا بصراحه مش بحب اعمله كله في حله واحده،
يعني انا سهل قوي اللي انا اعمله في حله واحده، بس هو مش هيعمل لي دربكه. بس انا بحب يبقى زي بتاع المحلات كده، كل حاجه بتخش تلاقي كل حاجه لوحدها. هو احنا طول عمرنا عارفين كشري مصري يعني حلل على البوتاجاز. تمام. جربيه بالطريقه بتاعتي دي، هتلاقيه طعمه حلو قوي قوي، احسن كمان من اللي بتاكليه من احسن محل. هنا بقى ميه سليق المكرونه، انا هحط نوعين المكرونه. هو الافضل اللي انت تحطي نوعين، ما تحطيش نوع واحد. تمام. هتحطي الكميه اللي انت عايزاها وتسلقي المكرونه عادي جدا. وبعد ما تخلص المكرونه بتاعتك يا قمر، شطفه حلوه كده، وبتحطي، هحط برضو شويه زيت من بتوع البصل اللي انا عاملاه. بصوا هنا بوريكم الرز كان مفلفل وزي العسل، وايه بقى متطعم بميه البصل كده مكان الزيت، كان تحفه. هنا كنت سلقت المكرونه وشطفتها، بصوا حطيت بقى بقيه الزيت بتاع البصل، واحط ملح واحط فلفل اسمر. تمام. وكلي احلى بقى مكرونه. ساعات الولاد والله بياخدوا المكرونه كده بشويه صلصه. وعلى فكرة الصلصة المعلبة عملت لي صلصة تقيلة، قوامها حلو زي بتاعة المحلات بالظبط. عايزة تعملي طماطم فريش برضو مفيش اي مشكلة. تمام. هنا بقى كانت الوجبة بتاعتي الجبارة المتكاملة. يا ريت تجربوا الطريقة دي وقولوا لي رأيكم ايه في التعليقات. متنسوش بقى يا حبايبي اللايك والشير والاشتراك في القناة.